بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم معنا في لا فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نرحب بكل اللي يشوفوا قناتنا، كذلك لما يشوفوا فينا اول مرة ديروا لنا ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد ان شاء الله. الطبق تاعنا اليوم ان شاء الله وصفة سهلة واقتصادية، يعني ما فيهاش كامل بزاف المقادير، والبنة تاعها راهي ما شاء الله بزاف بزاف بنينة. ما عليكم غير تشوفوا هذا الفيديو باش تكمل الطريقه، لانها يعني ما ترطوهاش، راهي سريعه، تكوني حاصله واش طيبي رايحه توجديها بسرعه، وهذه المقادير راهي موجوده في كل بيت. انا عندي هنا حبيبات تاع البطاطا، تقريبا استعملت 2 حبات كبار، راهم يساووا كيلوغرام هكذاك. نجيب لهنا بعد ما نقشرهم نغسلهم، نجيب لهنا نقطعهم بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا، نقطعوهم كاريات صغار. هنا البطاطا ما كاش كميه محدده، كل وحده تدير على حساب العائله تاعها. هكذا اللي نقطعها نحطها جانبا، نجيب نقطع الحبه الثانيه. هنا دائما البطه تاعي ما قطعهاش خشينه بزاف، وما قطعهاش كذلك رقيقه بزاف، نقطعها بالحجم اللي راكم تشوفوه باش تنقلها كي طيب، كي تنقلها طيب لنا مليح في الوسط. هنا بعد ما نكملوا نقطعوا كامل البطاطا تاعنا، نروحوا نحطوها ونملحوها. دائما ديروا حساب الملح، يعني نقصوا لها شويه تاع الملح، نديروا حساب الملح باللي في الاخير راح نضيفوا كذلك شويه تاع الملح. عندي هنا الزيت تاعي راهي جانبا، يعني المقله راهي تسخن. بعد ما تسخن نروح نحط داخل البطاطا تاعي، نغطيها ونخليها حتى تنقلى لنا مليح. في هذه الاثناء نروح نوجدوا المرحلة الأخرى، يعني نجيب هنا كذلك نحطوا الطماطم تاعنا بعد ما نغسلوها نقشروها، نجيبوا لهنا نبداو نقطعوا فيها قطع صغيرة، لازم نقطعوها صغيرة. بالنسبة اللي عنده الهشوار كذلك يقدر يقطع الطماطم تاعو في الهشوار، المهم ما يرحيهاش مليح، كيما نقولوا تجي مدقدقة هكذاك مفتتة صغيرة. شوفوا كيفاش الطريقة اللي نقطعوها بها. المهم بعد ما نقشروا طماطم تاعنا ونغسلوها لازم نعصروها، كي نقسموها الى 2 لازم نعصروها من الزريعه تاعها. وهنا الطماطم الاحسن دائما تحضروا بها اي وصفه او اي طبق، كي تجوا يعني تخيروا الطوماطيش الحمراء مليح، كل ما تكون حمراء راهي تنقص لها هذيك القروسيه او ديك الحموضه، وتجيكم صلصه تاعكم او اي حاجه تحضروها بها تجيكم بزاف بنينه. هكذا نكمل نقطع كامل الطماطم تاعي الى قطع صغيره. بعدها نجيب مقله ونحط الطماطم تاعنا اللي كنا قطعناها. هنا بعد ما درناها داخل المقله نروحو نملحوها، نجيبو شويه تاع الملح مع شويه تاع الزيت. انا الزيت تقريبا استعملت حوالي 3 ملاعق تاع اكل. هكا نضيف لها قليل من الملح مع 3 ملاعق من الزيت. هنا بعد ما حطيت لها الملح والزيت نروح نحطها فوق النار، نحطها يعني على نار هادئه. هنا بعد ما كملنا الطماطم تاعنا نروح نحطوها كما قلت لكم فوق النار طيب في عقلها. نجيب لهنا عندي حبه تاع الثوم قشرتها، فصوص تاع الثوم هذوك غسلتهم، ونجيب لهنا نربوها. بالنسبه اللي يحب يرحيها كذلك في الهشوار او يهرسها ماشي مشكل. المهم الثوم تكثروا شويه في هذا الطبق، لانه يجي عنده الرائحه والوقوع تاع الثوم باين فيه، يعطي له واحد البنه ما شاء الله. انا هنايا نربي كامل الثوم تاعي، دائما نربوه رقيق شويه. بعدها نروح نحطوه فوق الطماطم تاعنا. الطماطم تاعنا هنايا بدات تذبل، شوفوا كيفاش تكون بدات تذبل، لقيت هذوك السوائل. نجي لهنا نحط لها هذاك الثوم اللي ربيته، ونزيد نخلطها مليح ونخليهم يطيبوا مع بعض. هنا الطماطم هذه تاعنا نقصوها على نار هادئة، لأنه لازم تطيب وتكون احتفظت بشوية تاع السوائل، حتى ولو شدوها نشفت ضيفوا لها حوالي فنجان تاع الماء، لأنه نحتاج شوية تاع السوائل في الطبق تاعنا. هنا البطاطا تاعي راهي طابت،
بعد ما طابت يعني قطرتها وحطيتها جانبا. المهم شوفوا كيفاش تكون في الاخير. انا في هذه الاثناء نجيب لهنايا كذلك نشوف المقله تاعي تاع الطماطم. بعد ما طابت دائما نخلو شويه تاع سوائل في الطماطم تاعنا كيما قلت لكم، حتى ولا شفتوها نشفت ضيفوا لها حوالي فنجان تاع الماء. هكذا لازم تكون فيها هذيك السوائل، لانه حتشربهم هذيك البطاطا وباش تشرب هذيك البنه والدرسه تاع لاصوص طوماط وتجي بزاف بنينه. انا راح نحط البطاطا لداخل هذيك الطماطم اللي كنا طيبناها، وحنحط كذلك الطو ما كاش كميه محدده يعني، ولا كثرتي راه يجيك بنين اكثر. كذلك تقدري تحطي فقط كميه قليله، كل واحد والرغبه تاعو. هنا نجي نخلط الخليط تاعي مليح. شوفوا على قلت لكم ديروا شويه سوائل باش هذيك البطاطا راح تشرب لكم هذيك السوائل وتجي يعني بنينه بنينه وتجي طريه ماشي ناشفه. على ذيك لو كانت تشوفوها نشفت شويه من الاحسن نضيفوا لها فنجان تاع الماء. هنا راح نضيف لها شويه تاع فلفل الكحل ونجي لهنا نخلط الخليط تاعي مليح. هنا فقط يعني انا ما كانش عندي المعدنوس، من الاحسن كي يكون عندكم معدنوس تضيفوا شويه تاع المعدنوس في هذا الطبق، راه يضيف له يعني بنه ما شاء الله. انا بعد ما خلطتها مليح نجي لهنا نستفها كامل داخل المقله نسويها بهذه الطريقه. ونروح نجيب انا تقريبا استعملت 4 حبات تاع البيض، ضفت لهم شويه تاع الملح، نضرب مليح البيض تاعنا ونروحوا نحطوه فوق هكذا فوق البطاطا والطماطم تاعنا. هنا ملاحظة كنت كي خلطت هذيك الطماطم والبطاطا درت شوية فلفل الكحل، ضفت كذلك شوية تاع الملح. هكذا بعد ما حطيناها نجيب انايا عندي هنا فرماج نربوه فوقها. هذا الفرماج راهي يعني اختياري، تقدروا تستغنوا عليه تماما، وإلا حطيتوه راه يزيد لكم يعني يجي منظر شباب، كذلك راح يزيد لكم بنة ما شاء الله. هكذا نديرو كامل فوق الوجه تاعو. تقدروا كذلك تستعملوا فرماج بلو يعني الجبن الابيض، تحطوه قطع من الفوق وتحطوه فوق النار كي يطيب، تنقصوا الفرن تاعكم، نحطوها ونقصولو نغطوها مليح باش يذوب كامل الجبن. حتى ولو استعملتوا من الفوق الجبن الابيض كذلك رايح يسيح ويجي ما شاء الله يعني يذوب لكم. في نهايه شوفوا هنايا كيفاش كي طابت، كيفاش ذاب داك الجبن، كيفاش هذيك الصوص اللي قلت لكم كل ما تقعد شي صوص تجي مليحه، كيفاش يعني طلعت من الفوق. صدقوني وتجي هذيك الحبه يعني هذيك البطاطا لداخل مشربه بذيك البنه تاع الطماطم والثوم والطون اللي كنا درناه، تجي بزاف بزاف بنينه. انا راح نقطع لكم هنا وتشوفوا كيفاش حط يعني كيفاش يجي. شوفوا هنا كيفاش يجي ما شاء الله، تجي بزاف بنينه وسهله، وكذلك راهي اقتصاديه تحضروها يعني في ظرف وجيز جدا. اذا ان شاء الله تكون عجبتكم هذه اللاغوسات تاع نهار اليوم وجربوها، لانها في قمه البنه سهله وسريعه. في نهايه الفيديو الف تحيه لكم والسلام عليكم.